السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نكمل الحديث على الامراض الدجاج اللي شرحناها في الفيديو السابق، وبالضبط كيفاش نعالجوا ثلاثه امراض مهمه اللي هي مرض القمل والفاش الاحمر، مرض الجرب، ومرض الجدري. اول مرض هو القمل والفاش الاحمر. هاد الطفيليات الصغيره كتعيش بين الريش الدجاج، كتسبب ليه حكه وضعف عام. العلاج الطبيعي هو استعمال ماء مغلي مع الخزامه والخل وتبريد الخليط، ثم رشه على الدجاج وفي مكان اللي كيرتاح فيه الطير. بالإضافة يمكنك استخدام رماد نظيف أو تراب دياتومي كطبقة على الأرض. أما العلاج البيطري فهو استعمال دواء بيتوكس حسب التعليمات، مع ضرورة ارتداء الكمام والقفازات أثناء رش وإعادة العملية بعد 7 أيام. ثاني مرض اللي هو الجرب، كيسبب حكة قوية وقشور على الجلد خصوصا الأرجل والرأس. للعلاج الطبيعي كندهنوا المناطق المصابة بالخليط زيت الزيتون مع الثوم المطحون. كرروا هذه العملية يوميا حتى يبان تحسن. أما العلاج البيطري فهو استعمال دواء إيفرمكتين، سواء كنقطوا هذا الدواء على الجلد أو نضيفوه لماء الشرب مع دهن المناطق بزيت مطهر مثل زيت شجرة المشي المخفف. ثالث مرض اللي هو الجدري، مرض فيروسي ما عندناش علاج مباشر ليه، ولكن الوقاية مهمة بزاف. اللقاح هو الحل الأمثل للوقاية، بالإضافة إلى تقوية المناعة الدجاج باستعمال العسل والثوم في الغذاء. وخا يكون العلاج مهم، النظافة والتعقيم المكان والعزل الطيور المريضة ضروريين باش نجنبوا انتشار المرض. إذا عندكم أي سؤال كتبوه في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا لايك للفيديو باش يوصل للجميع. شكرا بزاف على المتابعة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.